يزال فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، أيها السادات الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اسمعوا عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لا أكن من الصالحين. وقال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرها، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تبارك وتعالى، أرجو برها وزهرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. عباد الله، ومن المستحسن أن نحكيه. نفعني وإياكم لما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم. الحمد لله، والحمد لله القائم بذاته والدائم بصفاته، والمعروف بعظيم آياته، والعدل الحكيم في تصرفاته. نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله. جعل الدنيا دار الممر والآخرة دار المقر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
سبحانه لا يضره كفر من كفر ولا ينفعه شكر من شكر وكل ميسر لما خلق له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله وأنفقوا مما استخلف الله سبحانه وتعالى عنه، كما قال الله تبارك وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، ولا تبخلوا عباد الله بما آتاكم الله سبحانه وتعالى من فضله. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. عباد الله، واعلموا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أيها الناس، تنافس المؤمنون والمؤمنات في أمور الآخرة لا في أمور الدنيا. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. عباد الله، واعلموا المال مال الله والجنة جنة الله، ولذلك اشتروا جنة الله بماله، كما قال الله تبارك وتعالى في حديث القدس: اتقوا الله وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أمرنا ربنا في كتابه المبين عند قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتي يرحمكم الله.